بالنسبة إن شاء الله تبارك وتعالى لقضية ما يقع في ليبيا، هذا السؤال إن شاء الله تبارك وتعالى. ما هي الدروس التي نستفيد منها إن شاء الله تعالى من وراء ما يقع في ليبيا؟ الدرس الأول أن الطغاة مآلهم إلى زوال، وأن الله يمهل ولا يهمل، وأن الأرض ستضيق عليهم، وكم من إنسان ظلم فالله يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وسيبحث عن ملجأ فلا يجده. الرجل الذي كان يتبختر كالطاووس في العواصم ويستقبل على السجاد الأحمر سيرتفع في السماء فلا تجد طائرته إن طار مطارا ينزل فيه، وسيبحث في الأرض عن ملجأ ولا يجده. وكان يسمى الشعب الليبي للفئران ويسميهم الجرذان. أيها الجرذ، ابحث لك عن جحر تدخل فيه فلن تجد الأرض تقبلك، وسيجعلك الله عبرة أنت والمتجبرين والطغاة كفرعون وكالهوارب مدين وكشاه إيران وكمجموعة من الظلمة الطغاة الجبابرة الذين فرقوا بين الزوج وزوجه في ليلة عيد الأضحى، والذين فرقوا بين الوالد وولده ورموهم هكذا كما ترمى الشياه ترمى في الودان في 75 حتى جاءه الله بمرض. لحد الآن لم يفرج عن الوثائق السرية عن تلك الإصابة الغريبة ببركة دعاء الضعفاء والمظلومين التي يرفعها الله فوق الغمام، وخاصة إذا كان المظلوم صائما، فجمع الله له بين دعاء الصائم الذي لا يرد ودعاء المظلوم الذي يرفع فوق الغمام، ويقال لها وعزتك وجلالك لأنصرنك ولو بعد حين. هذا الدرس الأول موجه إلى الطغاة. فعن طريق القذافي نقول لبشار ولطالح عبد الله ولكل هؤلاء الحكام الجائرين: إن الساعة آتية وإن موعدكم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فإما أن تعودوا إلى شعوبكم فعزتكم في شعوبكم، ولن تكون لكم أبدا أبدا عزة ولا مكان إذا أذللتم شعوبكم، فإنما عزكم بشعوبكم. والآن حينما لفظكم شعوبكم، من الذي يستقبلكم؟ الغرب الذي كان يمد إليكم اليدين. الغرب ليس له صديق، الغرب صديقته المصلحة، كانت مصلحته فيكم، فلما انتهت المصلحة فيكم ستقذفون عياذا بالله في مزبلة التاريخ، ولن يرحمكم أحد، لأنكم ما رحمتم أنفسكم حينما ظلمتموها بالكبر، وما رحمتم شعوبكم، ولكن كنتم خداما وأذنابا لأعداء الله، تنقلون البترول وتؤدون الملايير للغربيين الذين أسقطتهم في طائرة اسكتلاند هناك، ولا زلت عياذا بالله تحرق البخور عند أعتاب الغرب وتعطي كل وثائق تسلح لبوش وتقول له ها احنا خدامك، والآن شكون يوقف معاك؟ هذا الدرس الأول. أما الدرس الثاني، لا إله إلا الله، هو درس للشعوب. فالشعوب قوية، والشعوب متى توحدت إلا واستطاعت أن تحقق الأعاجيب. إن الشعوب لن تحقق شيئا إذا كانت تريد فئة منها التغيير وفئة تريد عكس ذلك. إن الحكام الظلمة يكونون أسعد الناس إذا كان الناس من أمتهم وشعوبهم مختلفين أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون. هنالك يرتاح هؤلاء الظلمة لأن شعوبهم بعضهم يضرب بعضا وبأس بعضهم بينهم شديد. لكن إذا توحدت الأمة فلا ليبرالي ولا شيوعي ولا مسلم، كلهم وطنيون ويعملون للوطن الواحد وأهدافهم واحدة، ووجهوا أصابعهم مباشرة إلى نظامهم واجتمعوا على أن يقوموا بتغييره، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيروا بأنفسهم وتلاحموا وتوحدوا ووحدوا جهودهم وعملوا بمراحل، وكانت عنوان المرحلة الأولى هو ارحل أيها المستبد ارحل، هذا يجتمع عليه كل الناس لأن ظلمه انتشر فلم يستثني مسلما ولا علمانيا، فكل الناس ذاقوا الأمرين من ويلاته، فعليهم أن يحددوا الهدف الأول: أنت عليك أن ترحل، ويجتمع على ذلك، فسيحقق الله على أيديهم ما يشاء الله. إذا الشعوب إذا الشعب يوما أراد الحياة
فلا بد أن يستجيب القدر. كان يعلق عليه يقول لك ليس هنالك من يفرض على الله تعالى أن يستجيب. لا، ليس المعنى ذلك أن الأمة إذا أخذت بأسباب التغيير غير الله ما بها، لأن قول الله حق: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيروا بأنفسهم وأخرجوا من قلوبهم الخوف من أعداء الله، الله تعالى يوصلهم إلى ما يريدون. ثالثا، هذا عنوان لبداية تحرر الأمة، وستسير كل هذه الشعوب على نفس هذا المنهاج، منهاج تغيير السلمي إن شاء الله. ولذلك نقول هؤلاء الحكام الذين لا زالوا لم يستجيبوا لشعوبهم: أدركوا، فإن الوقت ليس في صالحكم، فالشعوب عرفت طريقها إلى التحرر، فإياكم أن تخونوا الأمة، إن ذلك تضييع للوقت وتضييع بعد ذلك للأرواح. فبادروا للاستجابة لمتطلبات شعوبكم، وهي متطلبات ضرورية شرعية: الحرية، الكرامة، العدالة. كيف يستمر الظلم؟ هذا لا يستمر. أما الرابعة إن شاء الله تبارك وتعالى، فإنني أرى أن تحرر هؤلاء وخاصة مصر وليبيا وتونس سيؤدي إلى تحرر المغرب العربي من آفتين: آفة الحكم العسكر في الجزائر الذي كان يعين هؤلاء وكان يقف مع البوليزاريو، والثاني الخاسر هو البوليزاريو الذي كان القذافي هو صانعه وكان يموله وكان يقاتل معه، حتى قالوا إنه الآن إنما فر عند الصحراء عند عائلات من البوليزاريو التي كان يمولها. هؤلاء سيضيعون إن شاء الله، وسيحرر الله الأمة منهم إن شاء الله. ثم دور الحركة الإسلامية في هذه الثورة دور رائد على الحركات الإسلامية أن تتعلمه. أن الحركة الإسلامية في ليبيا ما قالتلكش احنا مسلمين واحنا اللي راح ننقذوا هذا الشيء، وإنما كان كل الناس ينتفضون، والمسلمون والحركة الإسلامية كانت تعينهم على توحيد الصف، وقامت بدور مبارك طيب. نرجو للحركات الإسلامية في العالم العربي كله أن تحذو حذو الحركة الإسلامية الليبية التي جمعت شمل الأمة ووحدتهم في صف واحد لتحقيق هدف واحد. ونسأل الله تعالى الذي يسمعنا أن يتم هذا الخير على إخواننا في ليبيا وإخواننا في الجزائر إن شاء الله. اللهم اجعل الجزائر تاليهم إن شاء الله. اللهم يا ربي نسألك لهذا الحكم، حكم العسكر الذي يسيطر على الحكم في الجزائر، نطلب الله كي يكمل الآن مع ليبيا، سندعو إن شاء الله في الأيامات الجايين على الجزائر إن شاء الله، باش ربي سبحانه يفتح لنا الطريق من هنا غلال السعودية. لا تخافوا إلا الله. والله عمره ما دخلنا للجزائر منين كاين هذا الغوال هذا اللي ما عندهم عدو غير احنا. الله يجعل سيدي ربي نخرجوا من هنا غلال بيت الله الحرام لا نخاف الا الله. والله يجمع حال الامه ويوحد صفوفها، والله يجعل سيدي ربي يجمع جهودها وتوجهه ان شاء الله لنصره فلسطين وتحرير الاقصى والرسائل الاخرى الى اليوم الموالي ان شاء الله. وصلى الله على حبيبنا محمد.